السلام عليكم. هذا الأخ بعدما تعب من الضحك قال: يقولون علي بن أبي طالب معصوم. طيب أنت تقول يوم مسك عمر تذكر كلام رسول الله، يعني علي أخطأ ونسى كلام رسول الله، وأنتم تقولون علي مستحيل ينسى ويتذكر. والجواب: أولا متى قلت أنا أن علي نسي ثم تذكر؟ وثانيا كان عليك أخي الكريم قبل أن تضحك كان عليك أن تقرأ الرواية بتمعن قبل أن تصبح أنت مضحك ويضحك عليك الناس. اقرأ معي الرواية وقل لي أين يوجد في الرواية أن علي نسي ثم تذكر. كتاب سليم بن قيس الهلالي صفحة 387. أمير المؤمنين يهم بقتل عمر، فوثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمر ثم هزه فصرعه ووجأ أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله وما أوصى به من الصبر والطاعة، فقال: والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي. ممكن تقول لي يا أخي الكريم، يا أخي العزيز، يا أخي الحبيب، أين يوجد في هذا النص أن أمير المؤمنين نسي ثم تذكر؟ الرواية تقول فذكر قول رسول الله، ولم تقل فتذكر قول رسول الله. هل تعرف الفرق بين تذكر وذكر؟ إذا كنت لا تعلم فهذه مصيبة، وإن كنت تعلم فلماذا تشكل وتضحك؟ الرواية تقول فذكر قول رسول الله، يعني أمير المؤمنين ذكر لعمر بن صهاك قول رسول الله وما أوصاه به من الصبر والطاعة، ولم تقل الرواية فتذكر قول رسول الله. هذا أولا. وثانيا، من هو قائل هذه العبارة؟ عبارة فذكر، هل هو أمير المؤمنين؟ أبدا، بل هو الراوي وهو سليم بن قيس، هو الذي قال فذكر أمير المؤمنين قول رسول الله وما أوصاه به، فهذا القول هو قول سليم وليس لأمير المؤمنين. أما قول أمير المؤمنين فيبدأ من فقال أمير المؤمنين والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي. هذا هو قول أمير المؤمنين. فمن أين استخرجت أنت عبارة أن أمير المؤمنين نسي ثم تذكر؟ والرواية تقول أنه حين هم بقتل عمر ذكر له قول رسول الله، أنه لولا وصية رسول الله لكان عمر مقطع ومفصل أطراف لحم وجاهز للشواء. هل افتهمت أخي العزيز؟ ومرة أخرى أخي الكريم الحبيب، عيوني أنت، لا تضحك حتى تبحث كي لا تضحك الناس عليك. والسلام عليكم.